يا صباح الرضا ويا صباح الجمال. بصوا بقى، لاحظت لما بعمل سندوتشات الجبنه الرومي من غير ما اسيحها، انا عادي اكلها متسيحه مش متسيحه عادي، ما بتفرقش معايا. بس لاحظت ان ولادي ما بيرضوش. يعني اما اعملها مش متسيحه ما بيسيبوا السندوتش وما ياكلوهاش. اما اعملها متسيحه والسندوتش مضغوط كده بيتخانقوا عليه الاتنين، بيبقوا عايزين كميه ما شاء الله. فقلت لا، إيه المشكله نسيحه؟ طالما هم هياكلوه كده نسيحه. انا قطعت اهوت، قطع كمان واحد عشان نفطر كلنا ونقضي يوم كده لطيف مع بعض. لان الولاد اصلا بياكلوا كل حاجه صعب صعب صعب، فنعمل لهم اللي هم عايزين طالما ايه هم عايزين كده. بس يا ولد خلاص، ادي الجبنه الرومي اهي. طبعا انا كنت بسيحها زمان من غير اي حاجه، ولا نقطه زيت ولا نقطه سمنه ولا اي حاجه في الحياه. هي كده بسخن الطاسه بس على النار واقوم حطاها، كانت بتبقى جميله قوي برضه. بس معرفش بقى الفجعه جت بقيت اعملها في سمنه بلدي، وده هتخليني يعني فاهمين بقى. بس ربنا يستر، بقيتش اعرف اسيحها كده من غير السمنه البلدي. بس ما حطيتش كتير يعني. ماشي. بحب الجبنه الرومي الوسط قوي قوي، بتشد قوي لما تيجي تسيحها بتشد، وبتنفع قوي في الجبنه الموتزاريلا والحاجات دي. بس دي كافيار، جبنه رومي كافيار حلوه برضو مش وحشه، بس بتمطش بقى. ما تيجي تسيحيها بتمطش. الجبنه الرومي الوسط تيجي تسيحها تمط معاك تشد للسقف، تنفع في البيتزاهات قوي والحاجات دي. جربوها الجبنه الرومي الوسط في البيتزا والبشاميل والحاجات دي، بس تقللي الملح بتاع الحاجه بتاعها شويه، خطيره. بس كده السندوتشات جاهزه، هسيحها وارجع لكم. خلاص سيحت السندوتشات اهي، اهي اركنها بقى. نعمل القهوه. بص، في ناس كتير مش عارفه ازاي بيعملوا القهوه من غير وش، او بتطلع معاهم الوش مش مظبوط. القهوه لو اتعملت في كنكه ضيقه بتطلع الوش مظبوط، لو اتعملت في كنكه واسعه جدا الوش برضو بيبقى مظبوط، يعني لها تريكات. والله لو اتعملت في طبق وفي حله هتطلع بوش ووش مظبوط كمان. يعني مش شرط بقى يقول لك لا ده عشان الكنكه بوزها تخين، ده عشان الكنكه بوزها رفيع، لا، عادي. لو اتعملت في طبق هتطلع بوش، وش واحد. ولو اتعملت برضو في كنكه بوزها ضيق برضو هتطلع بوش. يعني مش الكنكه هي اللي بتحدد تطلع بوش ولا انت اللي هتحطيها على نار هاديه، وما تعمليهاش بميه سخنه. ماشي. وتهدي النار على اهدى حاجه. ماشي. الميه بتاع الحنفيات هنا مش حلوه اهو. واحطها على النار، على نار هاديه جدا وخلاص كده. بس واتبع. اول ما تبتدي خلاص هتفور، هقوم ايه صباها في الفنجان. الجبنه الرومي الكافيار كمان بتمط، بس مش زي مطه الجبنه الوسط. الجبنه الرومي الوسط اللي بتبقى دلع، معرفش في كل البلاد اسمها كده ولا لا، اسمها واحد ولا لا، جبنه رومي وسط. شايفين؟ بصوا الجبنه الرومي الوسط بقى بتمط للسقف، مطتها فظيعه ما شاء الله، تبقى اللي هي بتلمع قوي كده ودلع خالص. دي كمان طلعت بتمط. انما الجبنه القديمه بقى، الجبنه الرومي القديمه مستحيل تمط، مش هتمط معاكي. فانت عايزه حاجه تمط معاكي في البيتزا، في المكرونات، في اي حاجه هاتي الجبنه الرومي الوسط مع الجبنه الموتزاريلا طبعا. دي ودي. بتمط في السندوتشات برضو الرومي الوسط او الكافيار. الجبنه الرومي القديمه ما بتمطش. بصوا بتقرمش، مش سمنه البلد اللي هتخليني قد العجله.
كنكه ام موز ضيق بخليها تتصب على مرتين. ليه؟ بحس ان هي لسه عايزه تستوي تاني. كنكه ام موز واسع لا بتغلي فيها وتستوي حلو. بصوا انا مش هاكل البتاع دي تاني، بتصد والله. شايفين؟ اكيد شايفين الوش من عندكم اهو. وادي السندوتشات